يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة مش هنفسر رموز، هنفسر من الرسائل بتاعتكم على الصفحة. المنام بيقول انا اول مرة احلم ببابا واشوفه، بس حلم غريب. بابا كان واقف لابس قفطان ابيض وقدامه زي حاجة كده بتاعت دش وماسكها في ايده، فهي خدت الدش ده واستحمت به يعني. هي لقت ابوها، هي عارفة في المنام ان هو ميت، بس هو كان مفتح عينيه يعني، بس هي عارفة ان هو ميت. وبعد كده روحت على البيت، راحت لبيت اخوها، لقته واسع اكبر من الطبيعي بتاعه، ولقتهم بياكلوا. فهي بصت لهم كده وما رضتش تقعد تاكل معاهم ومشت، بس كانت متعصبة. حبيبتي اسمعي التفسير. الله منطق لساني بقول الحق. أنا أول مرة أحلم ببابا وأشوفه، بس الحلم غريب. بابا كان واقف لابس قفطان أبيض. حبيبتي بابا جاي يطمنك عليه وعلى حاله، والقفطان الأبيض هنا بيدل على حسن حال المتوفي وإنه في حالة كويسة، ربنا يرحمه ويعفو عنه يا رب. وكان قدام باباكي في المنام حاجة زي بتاعة الدش كده، بس هو في الأوضة عادي وفي سرير، بس الأوضة دي عند ماما في البيت القديم. المنام بيوضح إنك بتمر بحالة نفسية مش تمام، أو عندك شوية قلق يعني، وعندك شوية قلق أو شوية هموم، أو ممكن تكوني متضايقة من حاجة أو في موضوع معين مزعلك، وبابا معاه الحاجة اللي زي الدش دي. المنام بيوضح إن بابا بيرشدك إنك تصحصحي كده وتفوقي لنفسك ولحياتك. والدش في الحقيقة لما حد يكون زهقان وتعبان بياخد دش بيفوق ويصحصح بعدها، فبابا عايزك تفوقي وتخرجي من اللي انت فيه، والله أعلى وأعلم. وانت بتقولي أنا وقفت قدام الدش وخليت المية تنزل عليا، بس مش فاكرة كنت لابسة ولا لأ. ده بشرى ليكي بإنك هتعملي بالنصيحة اللي بابا قالك عليها وأرشدك إليها في المنام في الرؤية، وإن شاء الله بإذن الله تتخلصي من همومك وتعبك. بس أبويا كان ميت، وأنا عارفة إن هو ميت ومفتح عينيه واقف، بس أنا عارفة إن هو ميت. هنا المنام بيوضح إن أبوك حاسس بيك وبتعب وهمك، لأنه زي ما بيقولوا في المثل كده، يحس الميت ما يحسش الحي. يعني أبوك حاسس بيك وبتعبك يا حبيبتي. انت بتقولي لقيت نفسي رحت عند بيت أخويا وطلعت شقة أخويا، بس كانت أوسع والدنيا أوسع. لقيتيهم بياكلوا كلهم وبابا معاهم. منامك بيوضح هنا بشرة خير بسعة في الرزق والخير بإذن الله لأخوكي وأهل البيت كلهم. وبتقولي أنا ما قدرتش ورحت الأنتريه وقعدت، كنت بعيد عنهم، فضلت بصة شوية وبعدين قعدت متعصبة. المنام بيوضح إن الأمر هيكون صعب إنك تتخطيه، ولكن هيعدي وتمر الحالة اللي انت فيها على خير، والله أعلى وأعلى. وأحسن حاجة يا حبيبتي تعمليها في الحالة دي هي صلاة ركعتين حاجة، وتدعي ربنا باللي انت عايزاه واللي نفسك فيه، وربنا يريح بالك ويطمن قلبك يا رب، والله أعلى وأعلى. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك واللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.